السلام عليكم متتبعيني الكرام، كنتمنى تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التقوديه اللي خديت في رمضان، اللي كتقدني رمضان كامل بلا ما كنبقى كل نهار غادا عند الحانوت. كما كتشوفوا معايا البنات. فاول حاجه غادي نوريكم فهي هنا خدينا السميده. خدينا 3 كيلو ديال السميده هكذا كما كتعرفوا البنات، مع الرغايف كنحتاجوها يعني لعده استعمالات. هذا الفينو كما كتعرفوا البنات، الفينو كنحتاجو هكا للبطبوطات، كنحتاجو لبزاف د الحوايج. خديت هنا واحد قرعه د الكوفيتير ديال الفريز اللي هي صغيره، وكذلك ديال المشماش. خدينا هاد لي بواط ديال كنور كما كتعرفوا معايا، ديال ضامه البنه، وكذلك هذه ديال الخماره، هي ديال الخماره كما كتعرفوا على حساب الرغايف وعلى حساب شي مسكوته ولا شي حاجه بحال هكذا. خديت هاد الطاس ديال المطيشه هذا ديال الحك، وخديت هاد الباطه الكبيره ديال الفرماج اللي فيها 88 حبه، يعني كدوز لي شهر كامل البنات، يعني ما كنحتاجوش اننا نعاودو ناخذوه. وخدينا هاد القرعه ديال الشكلاط على حساب الدراري. خدينا هذه ديال ستار، كتعرفوا على حساب الطاكوس وعلى حساب لي ساندويش. بالنسبه للعطريه فهنا خدينا فقط، خديت غير الكمون وتحميره والخرقوم، لان العطريه مازال عندي ما بغيناش ناخذوها، كتعرفوا كتبقى غير كتبرد. هنا خديت القهوه اللي طحناها على يدانا. وبالنسبه للشعريه خدينا هنا 2 كيلو ديال الشعريه. وبالنسبه للمقارونيه على حساب الشلاضه خدينا كيلو من الجهه البنات. خدينا 4 الاشكال ديال المقارونيه، كنحتاجهم بزاف، انا كندير على حساب الشلاضه على حساب الدراري. خدينا هاد الانواع هادو. وهذه المقارونيه الصغيره. بالنسبه لهاد التقوديات البنات الاساسيات فقط، يعني بالنسبه لهذا ديال السكر ديال القهوه خديت 2 باكيات. 2 باكيات كيكفاوني شهر كامل على حساب القهوه. وبالنسبه للعصير فخديت 2 باكيات ديال سنيده، فهما كيكفاوني يعني في الشهر، يعني كيجيني الشهر ما كنبقاش نحتاج كل نهار غادا للحانوت. خديت هاد 10 كيلو ديال الطحين. هذا صراحه الله غزال البنات، هاد الطحين هذا هو اللي كنستعمل دائما سواء الحلوه سواء الرغايف. وخدينا واحد العشرة يطرو ديال الزيت. وخدينا واحد البلاطو، واحد 2 بلاطوات د البيض، يعني 60 بيضه. وكذلك خدينا الكسكس باكيه، يعني ما كنحتاجوش بزاف في رمضان كما كتعرفوا. المهم البنات هذه كتقوديه. كذلك خديت هنا واحد 3 دجاجات اللي مقطعين. اصلا كنقولوا للمول الدجاج يقطعوا منا من بلاصتهم حيت كنحتاجوهم يعني مقطعين كما كتعرفوا. هنا درت لهم الملحه وخليتهم تنغسلهم. وكذلك هاد 2 دجاجات اللي غسلتهم من قبل، هادو خديناهم البنات صحيحين على حساب، يعني الا بغيناهم هكذا للتحمار ولا يعني ملي كيبقاو هكذاك صحيحين كناخذوا 2 صحيحين وتقريبا 3 اللي كنقطعوهم باش كنعملوه في فريغو، باش ما كنبقاش كل نهار غادا للحانوت خصني الدجاج. يعني هادو كيدوزوا لي الشهر تقريبا كامل، لان كناخذ معاهم حوايج اخرين. كما كتشوفوا معايا بالنسبه للدجاج اللي كان عندي مقطع فانا غسلته مزيان بالملحه والخل وخليته حتى قطر مزيان، وحاولت انني نعمل كل 4 طروفه عملتهم في الميكا كما كتشوفوا معايا البنات. يعني قياس ما نطيب يعني للسحور هكذا. وبالنسبه للحوم البنات فاحنا خدينا هنا اللحم، وخدينا كذلك الكفته ديال البيبي، وخدينا كذلك الكفته عاديه ديال اللحم. كما كتشوفوا معايا هنا خدينا كيلو ديال الكفته ديال البيبي، كتحتاج هكذا للطعمار وضروري كتحتاج في رمضان. وهنا كيلو ديال الكفته ديال اللحم د الغلمي. وخدينا 2 كيلو ديال اللحم كما كتشوفوا البنات. يعني بنادم كيحاول انه يفرق يقد كل حاجه باش كيدوز الشهر ديالو مقاد يعني، وكيدوزو كل نهار كياكل، يعني تنوع كيكون في الاكل، وفي نفس الوقت كيحاول انه يدوز الشهر ديالو مزيان. كما كتشوفوا معايا البنات فاللحم انا خديته وقسمته على 3 د الميكات.
يعني حاول تنوض 4 طروفه في ميكه وحده، يعني هكذا كيجيو مع الطويجين مع الجليبنات، يعني كيجيو 3 طريفات ولا 4 طريفات، يعني كأسرة بالنسبة لأسرة صغيرة راه كافي. بالنسبة للكفتة كما كتشوفوا معايا البنات فأنا قسمتها، حاولت نقسمها صغيره على حساب التعمار، كما كتعرفوا رمضان كيبغي التعمار، على داكشي حاولت انني نقسمهم صغار. ملي غنبغي نستعمل كتر فانا غنجبد جوج، لان الكفته كما كتعرفوا ما كيمكنش الجبده وتولي تقطع وترجع للفريغو. بالنسبه للحوت فهنا خدينا 2 كيلو ديال الحوت الابيض، كما كتعرفوا الحوت الابيض ما كيوقع له والو في الثلاجه، على داكشي حاولنا اننا ناخذوه قبل. وكيبقى بالنسبه للحوت العادي كنجيبوه بشكل يومي، فغسلته وشرطته بحال هكذا، ودابا غادي نحاول انني نستفو، وكذلك حتى هو باش نديرو في الفريغو من بعد ما غسلته، يعني من بعد ما غسلته مزيان البنات. كما كتشوفوا معايا فانا كذلك قسمته على 4 ديال الميكات. تقريبا درت نص كيلو، لان 2 كيلو ديال الحوت درت تقريبا نص كيلو في الميكا. وبالنسبه للبنات للصوصيت فانا كناخذ هذا الصوصيت هذا ديال لاداند، هذا ديال الفرماج وهذا العادي. صراحه الله هاد البنات في رمضان كينفع هاد الصوصيط، لان بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هكذا المرقه وما كيبغيوش شي حاجه اللي كتكون مجهده في السحور، صراحه الله كيعتق. كما كتشوفوا معايا البنات فانا غادي نحاول انني نقطعو، يعني باش نخلي كل حبه بوحديتها، باش ملي كندخلوا للفريغو ما كيلصقش. كما كتشوفوا معايا من بعد ما قطعته يعني كل حبه بوحديتها. فدابا غادي نحاول انني نقسمو كذلك على المميكات، باش نقدر ندوز يعني الشهر ديالي كل نهار وبنادم يستعمل داكشي اللي كتب الله. كما كتشوفوا معايا فانا قسمتهم على 4 يعني على 4 ديال المميكات، وكيكون هذا هو الشكل ديالي من بعد ما قسمتهم. يعني هذا الفرماج البنات كيجي رائع في القلي او في الشوي، يعني الا بغيتو تقليوه ولا تشويوه. الصراحه الله انا هادو كنعتمد عليهم بزاف في رمضان، مع مقلاد البطاطا ولا مع يعني مع شليضات، كيكون يعني سحور خفيف وماشي ثقيل وكيجي زوين. يعني هادو فانا وجدتهم غيدخلوا للفريغو. وبالنسبه للفريز اللي ضروري كما كتعرفوا هذا وقته تبارك الله، فخديت 2 كيلو هنا د الفريز اللي غسلته مزيان. كما كتعرفوا الفريز كيكون فيه الغبره، غسلته مزيان البنات وحيدت له ديك الوريقه. كما كتشوفوا بحال هكذا انا هذا هو الطريقه اللي كنعتمد عليها باش كنديرو في الفريغو، راه كيبقى حتى العام بهذه الطريقه. كنخليه حتى كيقطر مزيان بالماء، يعني ما يبقاش فيه الماء نهائيا. وكذلك يا اما كتعملوا في شي بواطه ولا كتعملوا في المميكات كذلك، وتوضعوا في الفريغو. كما كتشوفوا معايا البنات فانا هنا فرقته على 3 د الميكات، باش ناخذ غير مثلا ما بقاش نهز ميكه كبيره، او ناخذ الميكه نستعمل منها داكشي اللي بغيت ونعاود نرجع للفريغو. كيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عطيتكم افكار كيفاش انكم تقدروا تنظموا المعونه ديالكم ديال الشهر، يعني وتقدروا تدوزوا الشهر مخير بدون تفريط، يعني بطريقه عقلانيه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون مفيد، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب.